اهلا بيكم من جديد في بي ليجند او باسمنا العربي خليك اسطوره. عشان احنا مهتمين اننا نعلم كرة صح، كان لازم نعمل حلقات نعرف فيها الاجيال الصغيره باللعيبه القديمه كانت عامله ازاي وطريقه لعبهم ومهاراتهم، ونحكي شويه عنها. زمان كان بيتقال لي من الاكبر مني اني مش محظوظ عشان ما شفتش ولا بيليه ولا مارادونا، وللاسف انتوا كمان مش محظوظين عشان فاتكوا لعيبه كتير جامدين قوي، وده اللي احنا هنوريه لكم. وانت في مرحله انك تكون لعيب كرة بتتاثر بطريقه اللعيب اللي بتشوفه وطريقه اللعب عامه، والكرة اللي بنشوفها دلوقتي دي مش ممتعة مقارنة بزمان، ولا على المستوى المحلي ولا حتى العالمي. بس ده مش معناه انك ما تتفرجش على الكرة الحديثة عشان تبقى لعيب معاصر، لان فيها سرعات وقوة بدنية وتكتيكات ما كانتش موجودة زمان. بس احنا حبينا نوريك الكرة الحلوة والفن بجد بتاع زمان، وتتعلم من اللعيبة القديمة دي، وهنقدم برضو اللعيبة المعاصرة اللي لسه بتقدم كرة حلوة. وبكده بتبقى بتجمع وتتأثر بالكرة القديمة والحديثة، وده هنقدمه جنب المحتوى الأساسي للقناة عشان تتعلم صح وتبقى لاعب أسطوري.